مساء الخير. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. موضوعنا النهاردة من المواضيع اللي تقريبا معظمنا اتعرض ليها في حياته بشكل او بآخر: الصمت العقابي. يعني لما شخص بيزعل منك بيقرر بدل ما يجي يقولك انا زعلان منك في واحد اتنين تلاتة، بتبص تلاقيه بيختفي، مش بيرد عليك، بيتجاهلك ويتعمد انه يحسسك انك مش موجود في حياته. بس السؤال المهم هنا: هل كل سكوت اسمه صمت عقابي؟ ولا الإنسان أحيانا بيحتاج لوقت عشان يهدى ويرجع يتكلم معاك تاني؟ أنا النهاردة يا جماعة مش جاية أنحاز لرجل أو ست، إحنا عايزين نفهم معنى التصرف الصمت العقابي ده إيه. خلينا في البداية كده في سؤال بيجي في عقلنا وعايزاكم تكتبوا لي في التعليقات رأيكم: لما بتزعلوا من حد بتختاروا إن أنتوا تبعدوا ولا إنكم تتكلموا؟ وهل وقت سكوتكم والبعد ده هل بيكون عشان تهدوا ولا عشان تعاقبوا الشخص التاني وتعرفوه قيمتكم؟ خلينا في الأول نفرق بين حاجتين. في فرق كبير جدا يا جماعة بين ان انا محتاج وقت عشان اهدى وبعد كده هرجع اتكلم معاك بمنتهى الهدوء، وبين ان انا هتجاهلك عشان اعرفك قد ايه انت ضايقتني واعاقبك واخليك تتعذب. الأولى ممكن تكون مساحة طبيعية ومساحة صحية لأي إنسان، لكن التانية ممكن تتحول لأسلوب ضغط وعقاب وتلاعب بالنفس. يعني لو أنا متضايق ومش قادر أتكلم معاك، بدل ما أتكلم معاك وأندم على كلام أنا ما كنتش عايزة أقوله، باجي فمن الطبيعي إن أنا أجيلك وأقولك من فضلك أنا متضايق منك ومحتاج شوية وقت عشان أهدى، وبعد كده هنرجع نتكلم تاني مع بعض. ده اسمه تنظيم للسلوك، ده اسمه حدود بحطها للي قدامي عشان ما نزعلش من بعض. لكن لو انا عارف ان اللي قدامي ده بيزعل وبيتضايق وبيتأذي لما اتجاهله واتعمد ان انا اتجاهل واختفي مخصوص عشان اعاقبه، هنا بقى الموضوع بيكون مختلف تماما. طيب ليه بعض الناس يا جماعة بتستخدم الصمت في حياتها؟ هنا احنا مش عايزين نعمم او مش عايزين نتسرع في الحكم على الناس. ممكن يكون الشخص ده بيسكت لانه مش بيعرف يتعامل مع غضبه، يكون من صغره اتعود ان لما يسكت المواقف بتتحل لوحدها والمشاكل، يكون مش قادر يواجهك، يكون محتاج وقت يفكر فيه، مش قد الكلام والعتاب في الوقت ده، او فعلا هو بيستخدم السكوت كعقاب او كوسيلة للسيطرة عليك. يعني يا جماعة مش كل شخص ساكت يبقى متلاعب، ومش كل سكوت نقدر في نفس الوقت نتقبله. كل واحد لازم يعرف حدوده ايه. طيب امتى الصمت بيبقى مؤذي يا جماعة في الموضوع؟ لو الشخص بيعمل الصمت ده وبصفة متكررة معايا يبقى ده شخص مؤذي. الصمت ده مؤذي. يسكت فجأة من غير ما يقولك هو زعلان ليه، يتعمد عدم الرد عليك رغم انه عارف انك محتاج تتكلم وتتفضفض باللي جواك، يرجع يتكلم بس لما انت تبدأ تتنازل وتتكسر، يستخدم التجاهل والصمت معاك عشان يخليك ان انت تعتذر رغم انك اصلا ممكن تكون مش غلطان بس هتعتذر له، او يخليك طول الوقت تسأل نفسك انا عملت ايه، انا زعلته، انا ضايقته، طب هو هيسيبني، طب هو مش بيحبني. دماغك شغالة طول الوقت فيه. هنا الصمت يا جماعة ممكن يكون اتحول بنسبة كبيرة من مجرد مساحة للهدوء النفسي لوسيلة للضغط النفسي والتلاعب عشان تحس ان انت بتتعاقب. طيب خلينا يا جماعة نكون منصفين. احيانا الشخص اللي بيستخدم الصمت مش بيكون قصده ان هو يلعب بيك، مش بيكون قصده انه يعاقبك. ممكن يكون هو نفسه مش عارف يا جماعة يتعامل مع غضبه فبيسكت. يعني مثلا هديكم مثال بسيط كده: شخص اتخانق مع شريكه في الشغل، فقرر ان هو هيسكت ومش هيتكلم لانه لو اتكلم ممكن ينفجر فيه. ده مختلف تماما عن شخص بيقول لنفسه، بيتكلم مع نفسه ويقول لنفسه انا هسكت، انا هسكت عليه عشان كام يوم، عشان اخليه يتبهدل، عشان يحس بقيمتي، عشان اذله. النية والسلوك هنا مهمين جدا ان احنا نبقى فاهمينهم. هنا السؤال بقى المهم اللي بيجي لك: لو حد سكت معاك وما اتكلمش تتصرف معاه ازاي؟ تعمل معاه ايه؟ هل تفضل وراه مالك زعلان ليه؟
هو انا عملت لك حاجه زي ايه ده؟ طب ما ترد عليا، طب عشان خاطري، طب انا غلطان، طب عشان خاطري بس رد عليا لاخر مره. ولا انك تسيبه شويه من الزمن، بيسيبه كام يوم يهدى. انا شايفه من رايي المتواضع ان الافضل انك انت تسال الشخص ده مره واحده، مره واحده وبشكل هادي وواضح. انا حاسس انك متضايق ومش قادر تتكلم، لو انت محتاج وقت ان انت تهدى فيه انا هحترم ده، ولكن بعد كده من فضلك نرجع نتكلم عشان نحل المشاكل بمنتهى الهدوء، ولما اكون جاهز انا موجود نتكلم. وبعدها ما افضلش الحق وما افضلش اكرر في السؤال وفي الرسائل، خلاص اتوقف عن ده. لان التواصل يا جماعه مش مسؤوليه طرف واحد، التواصل مسؤوليه الطرفين، لازم كلنا نكون فاهمين الحته دي. طيب لو انا نفسي بستخدم الصمت العقابي، لازم اقف مع نفسي واسال نفسي سؤال مهم جدا: انا ساكت عشان اهدى ولا انا ساكت عشان اعاقب اللي قدامي؟ لازم اسال نفسي. طيب لو انا ساكت عشان اهدى، بقول للطرف التاني، بروح اقول له انا محتاج وقت من فضلك عشان اهدى وبعدها ان شاء الله هنتكلم. لكن لو انت ساكت عشان تعاقب الشخص ده او تخليه يخاف يخسرك، اقف بقى مع نفسك. هنا انت محتاج تسأل نفسك، محتاج تسأل نفسك: هل انا بحل المشكلة ولا انا بعاقب الشخص؟ لازم اعرف انا عايز ايه، انا بعاقبه ولا انا بحل المشكلة مع نفسي. خلونا ندخل في جزء كده من الجدل شوية. الجزء ده: هل الصمت العقابي ممكن يخلي الطرف التاني يحترمك؟ سؤال مهم يا جماعة. في ناس بتقول لما بسكت الشخص التاني بيعرف قيمتك، لما بتتجاهله الشخص التاني بيعرف قيمتك. وفي مدرسة تانية بتقول لا، الكلام والمواجهة هم اللي بيخلوا أي علاقة تبقى صحية، بتبقى فيها وضوح. أنا شايفة في رأيي المتواضع إن الاحترام مش بيتبني بالخوف والتجاهل وعدم الرد والاستهتار. الاحترام ما بيتبنيش على الحاجات دي. ممكن الشخص يخاف يخسرك، أيوة ممكن، وارد، لكن ده مش معناه إنه احترمك، ده مش معناه إنه فهمك وفهم دماغك. سؤال مهم قوي عايزة أسأله لكم يا جماعة، عاوزة أعرف رأيكم بمنتهى الصراحة. لو شريكك زعل منك وسكت يوم كامل ما اتكلمش معاك من غير ما يقولك إيه السبب، هل تعتبر ده، وركزوا يا جماعة في الأرقام في اللي أنا هقوله دلوقتي: 1 حقه ياخد مساحة من الوقت، 2 تجاهل، 3 صمت عقابي، 4 ولا حسب الموقف؟ اكتبوا لي الأرقام في التعليقات، اخترتوا أنهي إجابة؟ وهل الصمت العقابي يا جماعة موجود عند الستات بس؟ محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده. هي الستات بس اللي عندها صمت عقابي؟ طبعا لا. ليه لا؟ الصمت العقابي موجود عند الرجالة كمان. ممكن راجل يستخدم التجاهل وممكن ست تستخدم التجاهل، وممكن العكس تماما، شخص يكون بيهرب من الصمت واصلا يفضل الكلام وقت المشكلة، فبالتالي هو ما بيستخدمش الصمت العقابي. فالموضوع يا جماعة مش الست بتعمل كده او الرجل بيعمل كده، لا، الموضوع متعلق بالشخصية، متعلق باختلاف الشخصيات في التعامل وقت الخلاف، كل واحد وشخصيته. طب نعمل ايه لو الموضوع بيتكرر كل شوية معانا؟ لو كل خلاف بينكم بيتحول لأيام من التجاهل، هنا بقى لازم يكون في كلام واضح في وقت هدوء واحترام وعدم عصبية. ممكن نقول ايه: انا بحترم انك بتحتاج وقت لما بتزعل، دي طبيعتك، لكن التجاهل لفترات طويلة دي بتأذيني. انا محتاج مساحة، انا كمان زيك. لو انت محتاج مساحة قول لي وانا هديها لك وانا هحترمها،
لكن لازم نرجع نتكلم ولازم نحل المشكلة. لكن انك انت سايبني فترة وبتجاهل وعدم احترام وعدم تقدير وانا بس اللي بحاول، ده مش مقبول، ده مش طريقة، دي مش حياة، دي مش خناقة يا جماعة. أنا لما بقوله كده دي مش خناقة خالص، أنا دي حدود واضحة للإنسان اللي قدامي عشان تكون علاقة صحية قائمة على الاحترام المتبادل. في النهاية يا جماعة أنا عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا. هو مش كل سكوت تلاعب، ومش كل سكوت براءة، ومش كل شخص يتكلم يبقى ناضج، ومش كل شخص بيسكت بيكون مؤذي. احنا لازم نبص على حاجات كتيرة، لازم نبص على السبب والطريقة والمدة وتكرار التصرف لو كل شوية بيتكرر معايا، وتأثير التصرف ده على العلاقة بيني وبينه ايه. الأهم يا جماعة، الخلاف الطبيعي ممكن يحصل في أي علاقة، مفيش اتنين مش بيتخانقوا، مفيش اتنين ما عندهمش مشاكل، مفيش اتنين ما بيحصلش بينهم سوء تفاهم. لكن العلاقة الصحية مش معناها إن إحنا عمرنا ما نزعل. العلاقة الصحية معناها إن إحنا لما نزعل نرجع نتصالح، نرجع نتكلم، نعرف نتكلم بطريقة محترمة وبهدوء وبطريقة بناءة. سؤالي الأخير ليكوا قبل ما أختم، عاوزة كل واحد فيكوا يكتب لي تجربته حتى من غير أسماء، مفيش أي مشكلة. لما حد يعاقبك بالصمت بتجري وراه وبتحاول تصلح، ولا بتديله مساحة وتستنى هو يرجع؟ وليه بتديله المساحة دي؟ ويا ريت نحافظ يا جماعة على احترام بعض في التعليقات، لأن الهدف مش إننا نطلع مين غلطان، الهدف إننا نفهم نفسنا ونفهم اللي قدامنا أكتر. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله على خير، لأن في لسه كتير أسرار من ما وراء العلاقات. شير ولايك واشتراك في القناة لو كنت أول مرة تشوفني. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.